السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم أستيس شاوية. اليوم حبيت نشارك معاكم طريقة تقسيم الرواتب مهما كانت 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين وحتى 6 و7 ملايين. طريقة بسيطة تعاونك تعيشي مرتاحة وما تطيحيش في الدين بإذن الله. وكان عندك هدف حابة تحققي بإذن الله، هذه الطريقة راح تعاونك. اول حاجه نديروها نكتبوا الراتب تاعنا كامل في الكراس، ومن بعد نقسموه على حساب هذه البنود الموضحه. تابعوا معايا الفيديو. درك كل وحده والراتب تاع الزوج تاعها. اول حاجه راح نبدا لكم براتب شهري تاع 2 ملايين، كيفاه تقسموه باذن الله ما راحش تدخلوا في الدين. قبل ما نبدو نقول لكم حبيباتي، كل واحد يعيش على قد دراهمه. مستحيل واحد يدي 2 ملايين راح يعيش كيما واحد يدي 10 ملايين. بالعكس كاين واحد الفاصل بيناتهم اللي هو القناعة. لازم نكونوا قانوعين بالشيء اللي كاين، وفوق هذا نمشيو مشيتنا ونمشوا على قد. أول حاجة ديما نبدو بها هي الصدقة، حتى ولو مبلغ صغير ربي راح يبارك لك في المال ويعوضك أضعاف. صدقة ما تنقصلكش من المبلغ تاعك ولا من الراتب تاعك، بالعكس تزيدك البركة. قالك قليل دائم خير من كثير منقطع. يسمى كل ما نخلص نمد 20 150 خير ما كل شهر نمد 500 ولا 400 ومن بعد ما نمدش خلاص. فهمتوني؟ كما شفتوا هنا جبت كراس قسمته كما راكم تشوفوا. درت جزء الصدقه، من بعد درت جزء المواد الغذائيه اللي حطيت فيه 400 ألف، وجزء الصدقه اللي حطيت فيه 100 ألف. ومن بعد نروحوا لجزء الخضر والفواكه واللحوم نحطوا فيه 400 ألف. يسمى كل سمانه عندنا 100 100 100. قادر تبقى لك الخضره، تبقى لك سمانتين. يسمى في السمانه هذيك ما تشريش الخضره تشريها لحم. ليسونسيال كيما حبيتي انتي. نروحوا ثاني لجزء الفواتير اللي مهم بزاف بزاف، اللي فيه الانترنت، فيه الغاز، فيه الماء. يسمى الغاز والماء ما نخلصوش كل شهر، يسمى نلمو كي يلحقوا 3 شهور نخلصوا. والانترنت هنا نخلصوا كل شهر. كاين ثاني عندنا جزء الطوارئ اللي يجوا بدون استئذان. هذا هو الجزء اللي لازم تركزوا فيه وتخلوا له مبلغ معين. كاين ثاني جزء الامور الخاصه، كيما كيما الترونسبور، كيما الملابس، كيما ليسونسيال. كل واحد عنده اموره الخاصه لازم تخلي له مبلغ معين. ودرك نروحوا نشوفوا التقسيم الشهري للراتب 3 ملايين. تابعوا معايا الفيديو. كما قلت لكم ديما نبدو اول حاجه نبدو بها هي الصدقه، وقبل الصدقه ندعو هذا الدعاء اللي اللهم بارك لنا في ارزاقنا واكفنا بحلالك عن حرامك واصرف عنا الدين والهم واجعل هذا المال عونا لنا على طاعتك. ودرك نروحوا للجزء المواد الغذائية اللي رايحين نخلوا له 900 ألف. قادر 900 ألف هذيك ما تصرفيهاش كامل هذاك الشهر، لأنه بقات لك مواد غذائية من الشهر اللي فات. يسمى تخلي الدراهم اللي بقاولك للشهر اللي بعده، ولا تستغليهم في الخضار ولا كاش حاجة خاصاتك. درك نروحوا للجزء الخضار والفواكه واللحوم اللي راح نحطوا فيه 500 ألف. وقادر هذيك 500 تكفيك وقادر ما تكفيكش. يسمى إذا ما كفاتكش تقدري تصرفي من تاع المواد الغذائيه اذا كاش ما بقالك منهم. ثاني حاجه الفواتير اللي لازمين ومهمين لازم ديروا لهم حسابهم، سيرتو الغاز والتريسيتي لانهم يجوا كل 3 شهور. كل شهر خبي 200 300 على حسب الفاتوره تاعك شحال تجيلك. كيما هنا انا خبيت 400 ألف. ونروحوا ثاني للجزء الطوارئ اللي يجوا بدون استئذان، اللي هما اغلبيتهم تلحق الناس انهم يدينوا، لهذا ديما خلي 200 300 على جنب. ثاني كاين جزء الامور الخاصه كما قلت لكم، كيما ترونسبور. كاين المهم على حسب كل وحده وظروفها. خبينا فيه 300 ألف، والباقي نروحوا نحطوه في الادخار اللي هي 200 ألف. اذا كفاك الشهر وما احتجتيش دراهم هاكي تخبيها ادخار ديريها في الحصاله بات الدخريه. اذا ما كفاتكش اصرفيها. هذا مكان نروحوا للراتب الشهري الموالي واللي هو 400 ألف. اول حاجه ديما نبداو بها كيما العادة هي الصدقة. تصدقي 50 100 كيما حبيتي، تصدقيها للقريب للبعيد كيما حبيتي انتي. هذه أموالك وانتي حرة. ودرك نروحوا للجزء
المواد الغذائية. الخطرة الجاية بإذن الله نحط لكم تقسيم راتب زوجي اللي هو 4 ملايين كيفاه مقسمينها، والقضيان اللي شريتهم بهذيك 4 ملايين. الفيديو إن شاء الله الجاي نحطه لكم، كونوا في الموعد. هنا حطيت 800 ألف للمواد الغذائية. المواد الغذائية قادر تبقى لك من الشهر اللي قبله، لأنه المواد الغذائية كيما الكسكس كيما العجائن هذو كامل راهم قادرين يفضلوا لكم طعام الكسكسي، الزيت المهم. وبالنسبة لجزء الفواكه والخضار واللحوم حطيت فيه 600 ألف. كاش ما خصني راني نجيب من تاع المواد الغذائية. حاجة أخرى اللي هي الفواتير اللي راح نحطو فيها 500 ألف، فيها الانترنت فيها الغاز تريسيتي، نلمو لهم كل شهر باه كي تجي لا ليست ولا الفاتورة تاع التريسيتي ما نلقاوش رواحنا اون بان وطايحين. يسمى هنا رانا نكونوا مخبيين دراهمهم. عندنا في جزء الطوارئ 200 ألف حتى 400 ألف، صادي بونتي وش كاين. من بعد نروحوا لجزء الأمور الخاصة اللي حاطة فيها 500 ألف، كيما ترونسبور كاين. كيما اللبسة كوسميتيك، المهم تلمي كل شهر 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 ومن بعد تشري. إذا لا ضربة خير، خير ما ضلي كل شهر تشري بالمية بالميتين ما راحش تلقاي روحك. هنا قاتلي مليون هذه نخليها لآخر شهر، أنقي فضولي درهم ما نلقاش ولا ما يكفونيش ولا يجيني ظرف طارئ، ونخليها في جزء الادخار. إذا لحقتي الشهر وما يعني ما تحطيش مريضة ولا مرض ولا دواء ولا ما خصاتكش ماكلة، هذوك خليهم اكوتي للادخار. من بعد ديريكت ومروحي للحصالة وبداي في الشهر الجديد. نروحو ثاني لتقسيم الراتب الشهري اللي هو 5 ملايين. أنعم سيدتي، 5 ملايين. 5 ملايين تعتبر شهرية محترمة نوعا ما. المهم قلت لكم القناعة هي كل شيء. شوفوا، أول حاجة حطيت 100 ألف في جزء الصدقة، روح لجزء المواد الغذائية اللي راح نحط فيه 1 مليون. انتي دوك حبيبتي تحطي على حسب هذا التقسيم، يعني ماشي شرط تقسمي كيما راني نقسم انا، لا، انتي قسمي على حساب احتياجاتك. عندك اطفال ما عندكش، تكري ما تكريش، المهم انتي قسمي على حسب ظروفك. انا نمدلك الطريقه ونمدلك الفكره وانتي تصرفي كيما حبيتي. حاولوا تفهموا ازواجكم هكا باه ما يطيحوش في الدين. كاين اللي يشري بعشوائيه يتصرف بعشوائيه على بها يطيح في الدين. بالنسبه لجزء الخضر والفواكه حطيت فيه 700 ألف. عنده هدف ولا دين لا يحتاج يخلصه، لازم يتقشف ويدير كيما هك باه يلحق انه يحقق هذاك الهدف ولا يخلص هذاك الدين. بالنسبة لجزء الفواتير حطيت فيه 600 ألف. شهر على شهر على شهر تلقاي خلصتي تريسيتي. وبالنسبة للمبالغ اللي تبقى لك ما تصرفيهمش تقدري تروحي ديريكت تحطيهم في الادخار. عندنا ثاني جزء الطوارئ نحطه فيه 200 ألف. عندنا جزء الأمور الخاصة نحطه فيه 600 ألف. كيما قلت لكم كي تروحي تشري يبقى لك هذاك الصرف حطيه في الحصالة ولا حطيه على جنب باه تصرفيه وما تضطريش انك تصرفي من تاع الادخار ولا من تاع الفواتير. عندنا راح تبقى لنا 2 4 6 8 10 12 14 16 17 800. راح تبغى 17 هذه نعتبروها ادخار. شوفوا، تعتبروها ادخار ولا كاش ما يخصكم لاخر الشهر هاكم تجبدوا تصرفوا منها، مي للضروره مش تروحي تصرفي على حوايج تافين وتقول يعني ما نقول لكم كاش ما بقى لازم يتخبى في الحصاله وتبداو في الشهر الجديد هكا باه تلقاو رواحكم وفي نفس الوقت ما تطيحوش في الكريدي. ودرك نروحوا لطريقه التقسيم الراتب الشهري اللي هو عباره على 6 ملايين. كاين اللي يكري ولازم ينحيوا الكرا على جنب، ومن بعد هذاك اللي بقى يتصرفوا فيه ويقسموا على هذه الأجزاء. أول جزء اللي هو جزء الصدقة كما تعودنا ديما 50 100 200 كما حبيتوا. من بعد نروحوا لجزء المواد الغذائية اللي نخلي فيه 1 مليون، يعني كأقصى حد 1 مليون. من بعد نروح لجزء الخضار والفواكه واللحوم، هذو كل ثانية على حسب عدد الأفراد. يسمى كل وحدة تقسم على حسب عدد أفرادها. أنا راني عطيتكم الفكرة وانتم حبيباتي ديروا واش حبيتوا. هنا نروحوا لجزء الفواتير، عفوا جزء الخضر والفواكه واللحوم اللي حطيت فيه 700 ألف. نروحوا للجزء الآخر اللي هو عبارة عن الفواتير، حطيت فيه
500,000. نفوتو الجزء الطوارئ كما قلنا. قادر بعيد الشر ما تجيكش حتى طريقة، يسمى المبلغ هذاك تاع الطوارئ تقدري تخليه للادخار، تصرفيه في حاجة أخرى، في أمور خاصة كما حبيتي. كما هنا جزء الطوارئ حطيت فيها 400,000 كمثال، أنا راني نعطيكم في أمثلة. بالنسبة للأمور الخاصة عندي فيها 600,000. وعندي ثاني جزء الادخار ما تبقى من المبلغ اللي هي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28. 28 هذا راهو راتب تاع 6 ملايين. أنعم سيدتي، فيها قادرة تخلصي منهم الكرا، قادر يخصك مبلغ من جزء من الأجزاء اللي قسمتهم، تهزي من هذا المبلغ اللي تبقى، وما ما تبقى تقدري تعتبريه في الادخار. يعني وش بقالك في آخر شهر دخلت عليك الخلصة جديدة، هذاك تعتبريه ادخار وتروحي تخبيه ديريكتومون في الحصالة. بالنسبة للتقسيم الشهري تاع 7 ملايين، راح نبدو أول حاجة جزء الصدقات. عندنا قليل دائم خير من كثير منقطع. بالنسبة لجزء المواد الغذائية اللي عندنا فيها حتى هي 1,000,000، يعني كأقصى حد نتوما على حسب رواتبكم وعلى حساب عدد أفرادكم وعلى حساب المواد الغذائية اللي خاصتكم. عندنا جزء اللحوم والخضر والفواكه نحط فيها ثاني 700,000. وعندنا جزء الفواتير اللي راح نحط فيه 400,000. ولا يخليها 600 روح. أبيكم راهو قراجم يضروني، لازم تدعموني. شوفوا من الصباح أنا نهدر، لازم تدعموني. وثاني جزء الطوارئ خليت فيه 400,000. وجزء الأمور الخاصة راح نخلي فيه 600,000. قادرة تلمي عليهم وديري بهم حاجة لروحك ولا وش حبيتي انتي. وبالنسبة للجزء ولا تقسميهم انتي والزوج كمصروفكم الشهري، عندنا جزء الادخار، عندنا نحطو فيه 2 4 6 12 14 16 18 20 22 23 24 30 32 34 35 هذه تتحط في جزء الادخار كاش ما تخلصوا منها الكرا ولا كاش ما يخصكم مبلغ من الأجزاء الأخرى.